السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات إيكو الرمضانية. هيكون معكم إن شاء الله النهاردة مهندس عامر علواني، ماجستير هندسة كهرباء باور، إيكو إيجيبت فاوندر. حلقة النهاردة عن دمج ال AC وال DC في الانفرتر عشان يقدر يربط مع نبتدي دمج ال AC وال DC مع بعض. لازم نفهم إن ال AC وال DC دول المكونين الرئيسيين للانفرتر لدمج عملية ال AC وال DC. أول مكون معانا ال DC، ده اللي جاي من الألواح والبوست كونفرتر. البوست كونفرتر بياخد الجهد الغير منتظم الشكل من الألواح اللي هو بيزيد ويقل على مدار اليوم، بيدخله على بوست كونفرتر بيدخله على جهد منتظم مناسب للتحويل، ده عن طريق الام بي بي تي، عبارة عن باك بوست كونفرتر. ده كده الدي سي. الاي سي دي السيجنال اللي جايه من الشبكه، وعشان اقدر اسynchronise مع الاي سي لازم الانفرتر يحس بالفولتج فريكونسي في السيكونس عن طريق اوتبوت ريليز، الكترونيك ريليز. ومن هنا بيبدا عمليه السynchronization. اول ما الاشاره تبقى منتظمه يبدا يعمل عمليه التحويل ويربط مع الشبكه. في حاله الفولتس الفريكونسي او الفولتج التايم بيعدي 3 ثواني بيعمل تريب، لكن لو ما عداش ال3 ثواني بيبدا يعمل ريجوليشن للفولتج بتاعه عشان يناسب جهد الشبكه، بلس ماينس 10% فولتج وبلس ماينس 1 سايكل بير سكند فور فريكونسي. ده كده عملية الربط ما بين الاي سي والدي سي. في النهاية بيقدر يطلع لي الباور مناسبة مع الشبكة، كأنك ربطت جنريتور تاني مع الجنريتورز اللي جاية من محطة التوليد. ده كده عنوان حلقة النهاردة، ازاي اقدر اربط ما بين الدي سي والاي سي في الانفرتر. بيتم عن طريق حاجتين، دي الخلاصه. العمليه الاولانيه تحويل الجهد الغير منتظم اللي جاي من الالواح اللي بيزيد ويقل على مدار اليوم عن طريق الام بي بي تي والباك بوست كونفرتر. تاني عمليه السينكرونايزيشن. السينكرونايزيشن بيتم عن طريق الفولتج فريكونسي في السيكونس مع الشبكه. اول ما يبقى ويزن رينج بيبدا يخرج الاوتبوت. ده كده عنوان حلقه النهارده. شكرا، سلام عليكم.